السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ النهارده معانا فيديو جديد مهم. النهارده هتكلم معاكم. احنا عملنا من الاسبوع اللي فات عملنا جرعة غسول الكبد، وقلنا عن فوائده، وقلنا احنا جرعته كام يوم. عملناه 5 ايام، قلت لكم ان انا بعدها هخش في 5 ايام كمان للمالتي فيتامينز. النهارده طبعا اليوم الرابع، يعني بكره اخر يوم ان شاء الله في المالتي فيتامينز. طبعا يا جدعان الفترة دي فيها تقلبات جو كتير قوي. الجو مثلا الصبح حر، بعدين العصر يبقى برد، بعدين بيبقى برد اكتر، فده بقى غلط على الطيور بتاعتنا. فلازم نهتم الفترة دي بقى بالمالتي فيتامينز. وكمان لازم نقفل على الطيور بتاعتنا كويس، يعني زي ما انتم شايفين انا حاطط في حيطة ومشمع فوق كده عشان طيارة الهواء اللي بتيجي. طبعا يا جدعان انا بقى افضل اديهم مالتي فيتامينز تكون حبوب. هي مش اوفر بس انا بحسها احسن، يعني او الاتنين حلوين على حسب الشركات، بس انا بحس الحبوب احسن، بالذات في الحاجات اللي انا بربيها في سلكات او فاز زي دي. حاجات مش حاجات في غرفة طايرة، لا حاجات متقفل عليها محاكر او سلكات او فاز. طبعا يا جدعان المالتي فيتامينز دي الحباية، انا بعمل ايه؟ انا بقسمها نصين عشان يكفي الحامل اللي عندي الصراحة يعني. ومكتوب على العلبة ان انا اديهم 3 ايام بس انا بديهم 5 ايام واخلي يودي نص قرص في بق كل فرد حمل. فزي ما قلت لكم يعني الحبوب الليكويد او الباودر اللي احنا بنجيبه ونحطه في الميه بيبقى اوفر بكتير، لانه مثلا بيكون جرام على لتر او حاجه زي كده، بيبقى اوفر من ده. بس انا شايف ان ده مفعوله احسن يعني، بس هجرب معاك ونشوف يعني انا شايف ان جايب مفعول كويس ما شاء الله يعني، وانه كويس. دلوقتي هندي النص قرص ده لكابتن براي. المهم يا جدعان زي ما انت شفت اديت لبراعي القرص ونص قرص من المالتي فيتامينز. بكره يبقى اخر يوم ان شاء الله، وطبعا هعمل كده في الحمام. ونيجي بقى لناحيه الفوائد. فالمالتي فيتامينز بقى فيها فيتامينات وعناصر، وبرضه فيها امينوز اسيد اللي هي احماض امينيه، وكل الحاجات اللي الطائر محتاجها يعني زي رافع المناعه. بترفع المناعه طبعا، دورها انها بترفع المناعه، بتعدل ريش الطائر، بتقوي الطائر، بتزيد التحمل بتاعه. طبعا بقى بتزيد الانتاج، بتزيد الخصوبة عند الذكر والبيض عند الأنثى، حاجات كتيرة مفيدة يعني. لأن من ضمن المالتي فيتامينز دي فيتامين الإي وفيتامين سيلينيوم، دي فيتامينات بتساعد على الخصوبة عند الذكر والأنثى. طبعا ده كان فيديو النهاردة، متنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وتعملوا لايك وكومنت بالحاجات اللي انتوا عايزينها جديد إن شاء الله. تكتبوا في خانة التعليقات كده أي تعليق عن أي حاجة انتوا عايزينها إن شاء الله قدام وأنا أعملها لكم، أو عن أي حاجة عايزين تعرفوها حابين تعرفوها عن الحمام أو الحيوانات عموما يعني. بس كان معاكم عبد في قناة مملكة عبد. يلا مع السلامة.